طبعا كنا صورنا معاكم في الفيديو اللي قبل كده البط الستار ونوع الاكل اللي انا حطيته له هو الاكل اللي هنحطه للوز، اللي هي الخلطه اللي انتوا شايفينها ديت، اللي هي سرسه على علف على ذره على فول على رده. وبتبتدي ان انت تقلبي كل الكلام ده مع بعضه، وبتحطيه زي ما قلت لك لاي نوع من انواع الطيور في العمر ده. الوز كبير ومقفل ما شاء الله، ومش مقفل كمان، ده سوا وخلاص ومقرب يندبح ويبيض بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مسكت 3 وزات. طبعا انا مش هربي الوز ده كله يبيض، لا هنخلي جزء يبيض ويرقد عندي ويبقى سلاله، وجزء تاني هنبتدي ان انا نذبح منه وناكل منه. طبعا انا حابسه عندي كل حاجه لوحدها، البط لوحده، الستار الوز لوحده، الطيور السوداني لوحدها زي ما انت شايفه كده. حابسه كل حاجه لوحدها لان بيعضوا بعض، الذكوره السوداني بتعضي الوز والكلام ده وبهدلوا بعض. الذكر ده هادي وحلو، كنت حاطاه مع الذكوره السوداني اللي بره، بس لقيتهم بيعضوه مبهدلينه، دخلته مع الوز. هو هادي مش بيعمل للوز حاجه ولا الوز بيعمل له حاجه. زي ما قلت لك هتقدري ان انت تحطي الخلطه اللي احنا عملناها ديت، اللي هي سرسه على رده على علف تسمين على ذره على فول صويا، وتبتدي وعيش من عندك من البيت او شويه عيش ناشف متدشش، وتبتدي ان انت تحطيهم. عايزه اقول لك مسكت ذكر ونتايتين، طبعا فريتهم الاول، عرفت الذكر من النتايه، وبعد ما فريتهم عشان ما يتلخبطوش مني مسكتهم علمتهم كده من جناحهم بحته قماشه صغيره كده، عشان ابقى عارفه ان دول اللي هيفضلوا عندي للبيض ويبقوا سلاله. امسكي الوزه المربعه لما تيجي تربي الوزه المربعه هي اللي تربيها عشان ترقد عندك كده تبقى حلوه، وتلم البيض بتاعها وتبقى حلوه. تمسكي الوزه اللي مربعه، بصي زي اللي انا معلماها بقماشه عندك دي كده ما شاء الله. وما تمسكيش اي وزه تعلميها وخلاص، لازم تفريه الاول وتعرفي الذكر من النتايه. انا مسكت 3 وفريتهم، لقيتهم نتايتين وذكر، علمتهم وسبتهم. باقي الوز بقى ان شاء الله باذن الله هنذبحه وناكل منه. زي ما انت شايفه كده انا بصور لك كل حاجه عندي على الطبيعه، وبصور لك الاعمار وهو صغير، سواء بط او فراخ او وز او اي نوع من انواع الطيور، بصورها وهي صغيره بتاكل ايه وبنحط لها ايه وبنعمل لها ايه برضو وهي كبيره. تقدري تاكلي الوز ده من الخلطه بتاعه البط بتاعتك، هياكل وهيبقى يوم وبيومين بسم الله ما شاء الله. مش عايزه اقول لك برضو في كل فيديوهاتي اهتمي بالنظافه، اهتمي بنظافه المواعين اللي بتحط فيها اكل للطيور بتاعتك، سواء وز او فراخ او اي نوع من انواع الطيور. كل يوم لازم تتغسل كويس قبل ما تحط فيها الاكل. المكان بتاعه دايما يبقى مكنوس، يبقى نظيف، يبقى تحته ناشف. الطير لما بيبقى تحته مش ناشف بيبقى تحته طري، الطيره بتتبهدل معاكي، قدر الله بعيد الشر بتتكسح، بيجي لها بكتيريا في بطنها، بتبتدي ان هي ما تعرفش تاكل وتشرب. ده زائد ان بتلاقي الطيره عندك متبهدله مش نظيفه، شكلها مش حلو كده. انا زي ما قلت لك قبل كده بحب الطيور عندي يبقى شكلها حلو شكلها نظيف. ده من ايه؟ ده من نظافه الطيور وتحت الطيور. صدقيني لما تهتمي وتنظفي تهتمي بالطيور بتاعتك هتديكي نتيجه حلوه جدا. اول حاجه الطيور بتاعتك مش هتتعب، مش هتبتدي ان انت تجيبي ادويه بطاريه من بره وتحولي ادويه. انا بحب اربي الطير في البيت علشان ما اجيبش طير من بره واخد ادويه واخد كيماويات واخد الكلام ده كله. لا، لما اجي اذبح بطه او اذبح فرخه او اذبح وزه باكلها انا وعيالي بنفس مفتوحه، عشان بتبقى نظيفه، لا واخده حقن ولا واخده اي حاجه مش حلوه. بذبحها كده وانا نفسي مفتوحه ليها، وبتبقى نظيفه وبتبقى زي الفل. زائد ان هي بتوفر عليك كتير. تعرفه كيلو البط النهارده بكام، كيلو الوز بكام، كيلو الفراخ بكام. لا، انا اجيب طيور عندي واربيها واوفر لنفسي واربي واطلع واذبح، ولو فايض عني ومش محتاجاه ابيعه ما فيهاش اي مشكله. طول ما عندك الخير في البيت انت مطمنه، لو دخل عليك اي ضيف في اي وقت انت وعيالك هتاكلوا وتشبعوا بنفس مفتوحه. اتفرجي على كل فيديوهاتي هتستفادي منها، وحطي لي لايك للفيديو الجميل ده. استنيني في فيديوهات جايه كتير والمهم والمفيد عن الطيور.